دونك رانا اليوم مع ورشة البغرير. شوفوا ما شاء الله الحرابة بلادي اش راهي دير فيها. ما صورتكمش لي ديتاي من الاول، الله غالب نسيت كل التي نقصروا. دونك هاي النتيجة تاع البغرير. شوفوا ما شاء الله. بون هذه الاولى كامل كان مازال ما ريحش. راكم تعرفوا البغرير يحب شويه الراحه. ومن بعد بسم الله ما شاء الله. شوفوا كيفاش راهو، شوف الله يبارك كيفاش راهو يخرج. طلبت منكم في الحلقه السابقه تكتبوا لي اين وصفه نبداو بها، فصراحه استغربت ما سحب ليش ان اغلبيه الطلبات غادي تجي على البغرير. صراحه خاصني نحط لكم باقي الفطائر المغربيه بحال الرغايف، بحال السفنج، حريشات. غنحاول نحط لكم هكذا حلقات لان هادو اشياء اللي كنستهلكوهم هكذا بكثره في الكوتي وداك الشيء، فتبغيو يكونوا عندكم وصفات ناجحه ترجعوا لهم كل ما زعما بغيتوا تصايبوهم. وهنا كنوريكم باش تعرفوا ان البغرير عندكم ناجح.